من بعد ما هنينا العمال اسمحوا لي هني الشعب اللبناني كلياته على بنت البلد، بنت الجبل، البار، أمل علم الدين. أمل علم الدين يلي خطبت النجم العالمي جورج كلوني. جورج كلوني زحلة بالقاف، مقصودة بالقاف مش كلوني. الأخ كلوني لازم يبلش يتعود على اللهجة قبل ما يقعد ببعكلين. وما تخاف يا أبو جريج، المتي علي. أنا فعلا أخذت له عقلاته بنت بعكلين. بس ليك يا جورج، اللي بده يتزوج بنت لبنانية بده يعمل 1000 حساب. أولا إما بدها تزورها مرتين بس بالسنة، بس كل مرة بدها تقعد 6 أشهر. يا سيد جورج معلش بدك تتعود، لأنه أنت حبيبي منك أخذ من مكان. معلش هيدي بنت عالم الدين، باردون. وكمان بدك تاخذ بعين الاعتبار إنه بالسياسة هي جنبلاطية مش رسلانية. ما تقوم شي نهار تغلط وتقول لها المير هو الضمانة. يعني ما في بتفوت بالحياة يا قلوني. وبأي مصالحة رح تصير بالجبل ضروري توقف حد أبو تيمور ووئام أفندي وعطوفة المير. مش إنه يابا عندي فيلم عم صوره هلا مش قادر إجي. هاي ما في منها هاي. لا هاي الحركات كلها بدك توقفها. وإذا دق لك وليد بيك وقال لك قبل الانتخابات بدي نزلك أنت يا جورج محل جورج عدوان، اوعى تعلق العلقة، لأنه هيدي مكلفة كثير. بدك تضلك تعمل أفلام كل حياتك بس لتسد الديون. وأنا شخصيا بدعي مدام أمل قلوني وحضرتك يا أبو جريج شرفونا على هيدا حكي، وما راح أقبل أي اعتذار. مهضومين يشرفونا على الاستوديو. ها